الأسئلة المقالية والمسائل. علل. يختلف المحتوى الحراري من مادة لأخرى، لأن كل مادة بتختلف عن الأخرى في مقدار الطاقة المختزنة بداخلها، سواء طاقة الإلكترونات حول الذرات، سواء طاقة الروابط بين الذرات وبعضها، سواء طاقة الترابط أو التجاذب بين جزيئات المادة الواحدة. يبقى عندي 3 مستويات من الطاقة لازم المواد هتختلف بينها وبين بعضها من خلالها. من ناحية طاقة الإلكترونات حول الذرات، كل مادة وليها ذرات خاصة بيها، وبالتالي الإلكترونات اللي حوالين الأنوية بتاعتها هتختلف في الطاقة بتاعتها. تاني حاجة طاقة بتاعة الروابط، ما بين الرابطة والتاني متوسط طاقة الرابطة هتبقى مختلفة بين الكلور والكلور غير الكلور والهيدروجين. تالت حاجة التجاذب أو طاقة الترابط ما بين الجزيئات وبعضها، المادة الصلبة غير المادة السائلة غير المادة الغازية، حتى المواد الصلبة بينها وبين بعض طاقة الترابط مختلفة، تلاقي حاجة الصلابة بتاعتها شديدة، حاجة الصلابة بتاعتها قليلة، وهكذا. يلزم كتابة الحالة الفيزيائية لكل من المتفاعلات والنواتج في المعادلة الكيميائية الحرارية، لأن ببساطة تغير الحالة الفيزيائية هو تغير في الطاقة في حد ذاتها. يعني أنا لو قلت لحضرتك هحط لك ال H2O ليكويد، الناتج بتاعي H2O ليكويد، ماشي، اكيد الطاقه بتاعته غير ال H2O فيبر، لان طاقه الليكويد او طاقه السائل اقل من طاقه البخار، بدليل ان انت عشان تحول حاجه من سائل لبخار بتديها طاقه عشان تكمل اللي ناقصها وتتحول لبخار. يبقى بناء عليه عشان احط المعادله الحراريه لازم الحاله الفيزيائيه تبقى محطوطه، لان الانسالب المولاري للماده بيختلف باختلاف الحاله الفيزيائيه. يبقى الاجابه ايه؟ لان الانسالبي المولاري او المحتوى الحراري للماده يختلف بتغير الحاله الفيزيائيه. استخدام مفهوم متوسط طاقه الرابطه بدلا من طاقه الرابطه، لان طاقه الرابطه تختلف من مركب لاخر. يبقى طاقة الرابطة ما بين نفس الذرات تختلف من جزيء لآخر أو من مركب لآخر، فلذلك بنستعيض عنها بالإيه؟ بالمتوسط. يعني مثلا لو قلت رابطة الأكسجين مع الهيدروجين في مركب المية غير الأكسجين مع الهيدروجين في مركب هيدروكسيد الصوديوم غير الأكسجين مع الهيدروجين في مركب مثلا حمض الكبريتيك، هتلاقي طاقة الرابطة مختلفة، ولكن بنستخدم المتوسط عشان يعبر عن معظمها. ما معنى قولنا الانسالب المولاري للغاز ال NO2 يساوي كذا؟ ده معناه ان مقدار الطاقة المختزنة داخل الكترونات وبين روابط ذرات المادة والترابط بين جزيئات المادة يساوي 33.558 كيلو جول لكل مول، أو يعني ذلك أن كمية الطاقة المختزنة في 1 مول من غاز ال NO2 تكافئ 33.58 كيلو جول لكل مول. قيمة دلتا اتش لأحد التفاعلات يساوي سالب 383.5 كيلو جول لكل مول. طيب ده كده تفاعل طارد للحرارة، يبقى هذا يعني أن مقدار الطاقة المنطلقة عند تفاعل 1 مول من المادة يعطي 383.5 كيلو جول. متوسط طاقة الرابطة كربون كربون يساوي 346 كيلو جول لكل مول. هذا يعني مقدار الطاقة اللازمة لكسر رابطة بين الكربون والكربون أو الطاقة المنطلقة عند تكوين رابطة بين الكربون والكربون تكافئ 346 كيلو جول لكل مول. وضح بالرسم مخطط الطاقة لكل من التفاعلات الآتية. بكل هدوء. أول تفاعل بالنسبة لي دلتا اتش بتاعته سالبة، يبقى أكيد الراجل ده إيه؟ هيكون طارد للحرارة، ومادام طارد للحرارة يبقى المتفاعلات فوق والنواتج تحت. طيب أول حاجة مين اللي عندي في المتفاعلات؟ عندي 2 S زائد 3 O2. مين عندي في النواتج؟ عندي 2 SO3. مخطط الطاقة بتاعي إن الطاقة بتاعتي نزلت هنا كده، ونفرق كده ما بينهم، فنقول لحضرتك يبقى الدلتا اتش
هتساوي سالب المقدار اللي مديهولي. التفاعل التاني موجبة، يبقى تفاعل ناقص الحرارة، يبقى أهو وادي طاقة المتفاعلات وادي طاقة النواتج. وهات كده حضرتك متفاعلات كام؟ CS2 زائد 3Cl2، وهتطلع للنواتج اللي هي CCl4 زائد S2Cl2. ونفذ بقى كده حضرتك، يبقى هنقول الدلتا اتش بتاعتك بتساوي المقدار اللي هو مديهولك. يستخدم الهيدرازين N2H4 كوقود للصواريخ الفضاء عند تفاعله مع أي من غاز الأكسجين أو غاز الفلور تبعا للمعادلتين. ماشي. ارسم مخطط الطاقة المعبر عن التفاعل واحد، وأي من هذين التفاعلين يفضل استخدامه في توفير الطاقة لصواريخ الفضاء. أول حاجة تعالى على رقم 2، أي من هذين التفاعلين يفضل. والله أشوف مين فيهم هيطلع لي طاقة أكتر، فهلاقي إن هنا في حالة الفلور سالب 1166، أما في حالة الأكسجين فسالب 622. يبقى مين أقوى؟ سالب 1166 اللي هو غاز الفلور، ويبقى التفاعل رقم 2. ماشي. أما التفاعل رقم 1 فعادي زي ما احنا عاملين هنا نفس الكلام، تفاعل السالب يبقى تفاعل طارد للطاقة، يبقى هترسم لي الخط ده والخط ده، المتفاعلات فوق والنواتج تحت. هتكتب لي هنا ال N2H4 زائد O2، وهنا ال N2 زائد 2H2O، والدلتا H تكتبها لي المقدار اللي معاك وشكرا. 41 من المعادلة Br2 زائد H2 يديني 2 HBr. عبر بمعادلة كيميائية حرارية عن انحلال 1 مول من بروميد الهيدروجين. 1 مول من بروميد الهيدروجين، يبقى في الحالة دي أنا معايا HBr عشان ينحل المفروض هيديني نص H2 زائد نص Br2. طيب ليه عملنا كده؟ لأن أنا المفروض الانحلال هتبقى عكسها، يعني 2 HBr هيديني Br2 زائد H2. طيب عشان تبقى 1 مول يبقى هقسم على الاتنين بس، فخلاص بقت HBr اداني نص H2 زائد نص Br2. الخطوة اللي بعد كده عايز احسب الدلتا اتش، ما انا عشان اكتبها معادلة حرارية لازم احسب الدلتا اتش. وطبعا هقول هنا معايا جازيوس وهنا جازيوس وهنا ليكويد، لازم يكونوا نفس الحالة الفيزيائية. الدلتا اتش بتاعتي بما ان هو 1 مول يبقى هتكون دلتا اتش نوت، مفيش مشكلة خالص. وهيكون الناتج بتاعي بيساوي، انا عملت ايه؟ اول حاجة انت ضربت في سالب 1. ليه؟ عشان انت قلبت المتفاعلات نواتج والنواتج متفاعلات. تاني حاجة حضرتك ضربت في نص، اللي هو انت قسمت على 2 يعني ضربت في نص، يبقى نفس الكلام ده هتعمله على الدلتا اتش. يبقى الكلام ده هضربه في سالب نص، يبقى سالب 72 ضرب سالب نص هيديني موجب 36. ومادام دلتا اتش نوت يبقى كيلو جول لكل مول. بس في التفاعل x2 زائد y2 اداني 2 xy. إذا كانت طاقة الرابطة XX والرابطة YY روابط ضعيفة، والرابطة XY رابطة قوية. طيب روابط ضعيفة يعني تتكسر بأقل قدر من الطاقة، ورابطة قوية يعني تديني يعني تنطلق منها قدر عالي من الطاقة. طيب ال XX رابطة والواي واي رابطة، يبقى كده رابطتين. الاكس واي رابطه واحده بس مضروبه في 2 برابطتين، يبقى كده معايا رابطتين اقوياء قصاد رابطتين ضعاف. يبقى المحصله بتاعتي قوي قصاد ضعيف، يبقى المنطلق هيكون اكبر من الناتج. يبقى نوع التفاعل هيكون طارد للحراره، لان طاقه روابط النواتج اعلى من طاقه روابط المتفاعلات، او الطاقه المنطلقه لتكوين الروابط اعلى من الطاقه الممتصه في تكسير المتفاعلات.
43. من التفاعل احسب دلتا اتش لهذا التفاعل بوحدة كيلو جول، علما بأن متوسط طاقة الروابط مقدرة بوحدة كيلو سعر لكل مول. تمام. طيب يبقى اللي هو مديهالي دلوقتي كيلو سعر لكل مول، هتحسبها وتطلع لي الدلتا اتش بتاعتك بالكيلو سعر لكل مول الأول. طيب يبقى هنعمل ايه؟ يبقى طاقة المتفاعلات اللي هي ال H2 104 زائد 58 ناقص 2 ضرب معايا هي رابطة واحدة من بين ال H وال Cl اللي هي 103. طب يا مستر نحول كل دول لكيلو جول؟ ماشي يا باشا، يعني انت هتحول 3 ولا تحول الناتج في الآخر؟ أكيد هتحول الناتج في الآخر أحسن. يبقى سالب 44 كيلو سعر أو كيلو كالوري لكل مول. أحولها بقى الكيلو جول إزاي؟ بإني أضرب في 4.18. يا مستر مش المفروض نضرب في 4.18 في 10 أس 3؟ لا حضرتك، أنت من كيلو كالوري لكيلو جول، يعني ده كيلو وده كيلو، فمفيش مشكلة خالص. تطلع معايا بسالب 183.92. ويبقى التفاعل اللي قدامي ده يبقى أهو سالب 183.92 كيلو جول لكل مول. تمام كده؟ طيب هل التفاعل طارد أم ماس؟ أكيد هيكون طارد، لأنه الناتج بتاعي بالسالب، ومخطط الطاقة للتفاعل يبقى زي ما احنا متعودين ده مفاعل طارد، يبقى نحط المتفاعلات وادي النواتج. تكتب لي هنا المتفاعلات بتاعتك وهنا النواتج بتاعتك، وتحدد لي هنا الدلتا اتش بتاعتك، وكفى الله المؤمنين شر القتال. طبعا للتفاعل احسب قيمة متوسط طاقة الرابطة لل NN. مفيش مشكلة خالص. محتاج ارسم التفاعل بتاعي. معايا ذرتين نيتروجين مع 4 ذرات هيدروجين، يبقى اعمل لي النيتروجين الأول ووزع لي الهيدروجين عليه. كده خلاص بقت مظبوطة معايا. النيتروجين عمل ال3 روابط بتاعته، زائد O دبل بوند O هيديني 2 H2O زائد N تريبل بوند N. طيب تعالى ننفذ بقى كده حضرتك. يبقى طاقة المتفاعلات معاك كام؟ المفروض طاقة المتفاعلات بتاعتك معاك 1 2 3 4 NH، يعني 4 ضرب 3 9 1، صح كده؟ زائد طاقة ال NN هي رابطة واحدة، زائد ال O دبل بوند O اللي هي 495. الكلام ده المفروض ناقص 2 ضرب 2 اللي هو الهيدروجين مع الأكسجين رابطتين في جزيئين، ضرب الطاقة بتاعة الأو مع الاتش اللي هي 463، زائد الN تريبل N اللي هي 941. أو آسف هتبقى ناقص برضو، آسف لأنها برضو من النواتج. بس الكلام ده المفروض بيساوي كام؟ بيساوي سالب 577 اللي هي كيلو جول لكل مول، الدلتا اتش بتاعتي. هتعمل ايه بقى؟ يبقى حضرتك هتاخد كل الكلام الناتج من هنا ده وتوديه الناحية التانية بإشارة مخالفة. يبقى 4 في 391 زائد 495 ناقص 2 ضرب 2 ضرب 463 ناقص 941 يساوي
سالب 734. هنودي الكلام ده بإشارة مخالفة أو نقول على طول سالب 577 ناقص الأنسر، يبقى سالب أو عذرا سالب 577 ناقص الأنسر هتديني 157. يبقى رابطة ال N مع ال N هتساوي 157 كيلو جول لكل مول. خمسة وأربعين. الصيغة البنائية المقابلة تعبر عن أحد مركبات الكلوروفلوروكربون التي تسبب تآكل طبقة الأوزون بفعل الأشعة فوق بنفسجية. احسب مقدار الطاقة الممتصة لكسر الروابط في 1 مول من هذا المركب. مبدئيا الطاقة الممتصة لكسر الروابط يبقى معنى ذلك إن حضرتك هتكسر لي الروابط دي كلها، هتجيبها لي على الأرض. تمام كده؟ هيجي واحد فيكم يقول لي يا مستر يعني أنا لما أكسرهم هرجع بقى إيه؟ أكون لي الفلور مع الفلور؟ لا 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 لا. قال لك أنا عايز أكسرهم، ما قالكش إني هجمع حاجة. ما قالكش هطلع F2 ولا Cl2. احنا خلاص بنكسرهم وعايزين نعرف هنكسرهم بكام. يبقى معنى ذلك ان احنا هنشوف الروابط بتاعتنا كلها. معايا ايه بقى؟ معايا 3 F مع C او CF، يبقى 450 ضرب 3. تمام كده؟ زائد، وطبعا كله هيبقى بالموجب لانها تكسير يعني مص الحرارة. وعندي 3 كربون مع Cl، يبقى زائد 3 في 340. ماشي. وعندي واحدة كربون مع كربون، يبقى زائد 3 4 6 2716 كيلو جول. إذا علمت أن طاقة الأشعة فوق البنفسجية الممتصة بواسطة كل مول من هذا المركب 400 كيلو جول، فهل تتحرر ذرات الفلور أو ذرات الكلور من هذا المركب عند سقوط الأشعة فوق البنفسجية عليه؟ أقول له ثانية واحدة كده حضرتك. أنت بتقول لي المفروض الطاقة الممتصة 400 كيلو جول. طب 400 كيلو جول دي تكسر لي مين؟ تكسر لي الكلور مع الفلور؟ لا، ده الرابطة ما بينهم 450. امال تكسر لي مين؟ الكلور مع الكربون. يبقى في الحالة دي ايه؟ يبقى التكسير هيكون لطاقة او لذرات او للرابطة ما بين الكربون والكلور، وبالتالي هيعمل لي تحرر لذرات الكربون. تحرر لذرات الكلور، لكن مش هيحصل تحرر لذرات الفلور. أسئلة تقيس لمستويات التفكير العليا. يتفاعل النيتروجين مع الأكسجين تبعا للمعادلة الحرارية التالية. ما التغير في الانثالبي عند خلط 2 مول من النيتروجين مع 2 مول من الأكسجين؟ يبقى أنا دلوقتي المفترض إن أنا معايا 1 مول من النيتروجين مع 2 مول من الأكسجين بيديني 2 مول من ال NO2. طب لو أنا حطيت 2 مول من النيتروجين مع 2 مول من الأكسجين، ساعتها التفاعل هيتم ما بين مين ومين؟ ال2 مول من الأكسجين بيتفاعلوا مع 1 مول من النيتروجين بس. يبقى معنى ذلك إن ال1 مول الزيادة ده هيفضل زي ما هو. يعني نرجع كده لفكرة محدد التفاعل. أنا عندي الأكسجين أصبح محدد تفاعل، ويبقى ال2 مول منه هتتحد مع 1 مول من النيتروجين، وهيتبقى معايا 1 مول من النيتروجين. مش هيحصل حاجة، مش هيغير لي حاجة في التفاعل. تمام كده؟ زي ما دخل زي ما خرج. يبقى ما زلت برضو 2 مول من الأكسجين مع 1 مول من النيتروجين، وهيفضل ينتج عندي 2 NO2، وهتفضل الدلتا اتش زي ما هي موجب 66 كيلو جول. يبقى الدلتا اتش هتفضل زي ما هي. من الجدول المقابل، ما الطاقة الممتصة اللازمة لكسر الروابط في 11.2 لتر من غاز C2H6؟ طيب C2H6 ده شكله يبقى ازاي يا مستر؟ اقول لحضرتك بسيطة. C2H6 تقوم حاطط لي ذرتين الكربون كده، وتوزع لي الهيدروجين، وبعد كده تشوف في روابط ناقصاك ولا لا.
لو في حاجة ناقصاك للكربون هتحطها له، مفيش يبقى خلصنا. كل ذرة كربون عاملة لها 4 روابط، يبقى خلصنا هنا وخلصنا هنا. تمام، يبقى عندي كده كام رابطة؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى عندي 6 كربون اتش، وعندي واحدة بس كربون كربون، صح كده؟ طيب ده كده للمول الواحد. طب هو بيقول لي 11.2 لتر، يبقى هعمل ايه؟ يبقى احسب للمول الواحد واضربها في عدد المولات. طيب نحسب للمول الواحد، معايا ايه؟ يبقى 6 ضرب كربون هيدروجين بكام؟ 410 زائد كربون كربون 350 هيساوي 2810. الكلام ده هتعمله ايه؟ ضرب عدد المولات. طيب يبقى أنسر ضرب عدد المولات هيساوي ايه؟ ده جايب لي حجم غاز، يبقى الحجم الكلي على الحجم المولي 11.2 على الحجم المولي اللي هو حجم المول الواحد كان 22.4 اللي هو تقريبا نص مول، فيديني كام؟ 1405 كيلو جول. وطبعا اوعى تغلط وتكتبها لي كيلو جول لكل مول، هي هتبقى 1405 على طول. وطاقة ممتصة تبقى اختيار ب. أسئلة مقالية. إذا كانت طاقة الرابطة HBr تساوي 366 كيلو جول لكل مول، فما مقدار الطاقة المنطلقة عند تكوين الروابط في 24.08 ضرب 10 أس 23 مولكيول من بروميد الهيدروجين. طيب بروميد الهيدروجين بيكون في رابطة واحدة، ويبقى الطاقة المنطلقة للمول الواحد أو في المول الواحد 366. يبقى الطاقة اللي أنا عايزها بقى، الطاقة المنطلقة هتساوي نفس الطاقة المنطلقة للمول الواحد ضرب عدد المولات. طب عدد المولات هجيبه ازاي؟ ده هو هنا مدينا عدد جزيئات، يبقى هقسم على عدد افوجادرو، يبقى 24.08 المفروض ضرب 10 أس 23 على عدد افوجادرو اللي هو 6.02 ضرب 10 أس 23. عشان كده أنا ما كتبتش ال 10 أس 23 فوق، لأنها عادة هتروح مع ال 10 أس 23 بتاعة عدد أفوكادرو. متلخبط حطها، مفيش مشكلة خالص، بس الموضوع واضح وبسيط يعني. يبقى هتساوي 1464، وبما إن هو بيتكلمنا عن الطاقة المنطلقة يبقى هنقول هنحطها بالموجب كيلو جول، واوعى تقول لي لكل مول لأنها ما بتساويش عدد المولات. أما لو كان بيسألني على او بيقول لي مقدار التغير في الانسالبي، يبقى ساعتها كنت هحطها بالسالب، لان الدلتا اتش سالبه في تفاعل طارد للحراره. بكده نبقى خلصنا الفصل الاول، واشوفكم السيشن الجاي ان شاء الله مع اسئله الفصل الثاني من الباب الرابع. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.